السلام عليكم. أنا في أول ممشى لمصر. أنا لسه طالع دلوقتي من مرسى أو محطة. أنا عند محطة النايل تاكسي، وتحت بالظبط فندق الفيرمونت. ده نايل ممشى أهل مصر. أنا حقيقة أنا معرفش بنبتدي منين ونروح فين، لكن خلينا نشوف. معرفش هتجيبوا تذاكر ولا لأ، لكن خليني أصور الكاميرا موجود، بس أحاول أصور عشان في ناس ماشية وبيتكلموا، فمش عايز أغروش عليهم ولا هم يغروشوا عليا، فهمشي بسرعة الحتة دي عشان أقدر أصور أشوف إيه اللي موجود في ممشى مصر، هل هو مكان واحد ولا لأ. أنا بحاول أسرع زي ما بقول هنا عشان في ناس بتتكلم صوت عالي، فمعلش استحملوني شوية. اوكي، أنا مش عارف في تذاكر، كانوا بيقولوا لها تذاكر 20 جنيه أو حاجة زي كده. مكتوب قدامي فيرمونت نايل سيتي كايرو، مكتوب ممشى أهل مصرية. معرفش ليه مكتوبة بالإنجليزي مش مكتوبة بالعربي، هل هي ومكتوب هنا على إعلانات البنك الأهلي برضو ممشى. خلينا نشوف ايه. هي مكتوب برضه ممشى أهل مصر، ايجيبت مودرن وندر، حضارة بدأت من سنين، دايما متجمعين على النيل. نشوف بالظبط ايه اللي موجود في ممشى أهل مصر. لكن أرجو الشمس ماشي في عكس اتجاه الشمس، أو يعني يعني الشمس في وشي، فأرجو تكون الصورة كويسة رغم الشمس في وشي. يعني نشوف ايه حكاية ممشى أهل مصر ده، كان فعلا يستاهل ولا ده مكتوب فيه مطعم بيروت، توني بيروت. في مطعم تاني. هل هو الممشى عبارة عن كل مطاعم بس ولا لا؟ هنشوف. انا مشفتوش فيديو قبل كده، انا شفت صور بس، صور مش موضحة اذا كان ده مطعم برضو. ودي مطعم كمان، وده مطعم تاني برضه كافيتيريا. كافيتيريا كمان. الممشى عبارة عن كافيتريات ولا في أماكن قعاد. سعودي كافيه، علم السعودية وعلم مصر وعلم السعودي كافيه، بتاع لب وجداني وتسالي، سالي يا لب. شوف برضو في ايه تاني. طبعا منظر النيل هنا حلو. وذا لندن، عارف ذا لندن ايه يعني. في اعلانات، طبعا بيبقى شكل البنك الاهلي هو السبونسر له، يعني اعلانات البنك الاهلي في كل حته. يعني هو مش محتاج كلام كتير او شرح كتير، هو موضح نفسه. طبعا المنظر حلو طبعا جدا، يعني ارض نظيفه ظريفه، بس المفروض هي ممشى، يعني المفروض لازم تمشي وما تقعدش. يعني منظر البرج اهو باين هناك. احنا مش بعيد قوي عن التحرير، احنا في ابو العيله تقريبا متهيألي. ده ذا لندن. الناس ذا لندن يبقى حاطين لبس الحرس الملكي يعني كده عشان الشمس متبقاش في وشها قوي. انا حقيقي مش عارف ايه المنظر الهرمي ده، لانه قافل السكه، بس لو حد او اطفال بيجروا. هل ده بينور؟ انا شايف فيه كهرباء، هل ده بينور يبقى شكله حلو متهيألي يعني. قدامنا هيلتون هناك، مش فاكر ايه الهيلتون ده، بس يعني
امشي على كافيتريات تانية. هو كويس المنظر على النيل، يعني ده اماكن، بقيه الاماكن اللي في النيل في كورنيش المعادي نيل مختفي. تروح حاجه زي جزيره المعادي او كده عشان تقدر تشوف النيل، او تقعد على كافيتيريا او تقعد. انت هنا بتتمشى على النيل، فدي الفكره اللي فيه حلوه. بس اعتقد المفروض يبقى في اماكن جلوس ببلاش للناس، يعني عشان تتمشى على النيل لازم تدفع. فيعني نشوف اذا كان في اماكن. انا اعتقد الحاجات دي بتنور بالليل، الفاض المعدن دي. ده منظر في كنبه اهي، في كنبه ببلاش، مش حد بس مسيطر عليها وبيأجرها للناس. فكرة حلوة يبقى فيه أماكن الناس تتمشى فيها، نقول على النيل منظر حلو، حاجة ترد الروح. وشايف فيه عمال نظافة هناك بينضفوا. والمكان نظيف، في سلالم. هل في أماكن نزول للناس اللي معاها كراسي بعجل، الناس اللي عندها إعاقة حركية؟ أنا لحد دلوقتي مش دي شكلها أماكن قعاد، تهيألي كده، تهيألي بشكل مرسى حاجة. برضه كافيتيريا. طبعا الصبح بدري من الساعة 9:30 ل 12 تلاقي الناس قاعدين في الكافيتريات، والناس حتى بيفتحوا. بحاول ابعد بس الكاميرا شوية على الناس اللي بتشتغل وبتنظف، مش لازم يطلعوا في الفيديوهات. يمكن الناس متحبش تطلع في التصوير او تعرف هي بتعمل شغلها ايه في ده الاحراج، او الشغل مفيهوش حاجة عيب. لكن في ناس للأسف ما بيفهموش النقطة دي. لكن واضح الناس بتشتغل بذمة وبينظفوا بذمة. أنا لسه ماشي في الممشى، بس أنا بعد الكاميرا شوية عشان في ناس بتشتغل. دلوقتي نرجع تاني. أورا بوك كافيه، معرفش معروف. الناس تيجي تقعد تقرا هنا وتشرب حاجتها وتشتغل. هل ده مكان، يعني ده مكان قعاد اهو، بس المفروض الاماكن دي تبقى كتيره. دي مش تبع، ده مش تبع الكافيتيريا طبعا. ده حد هنا بيكتب بالعربي. وادي اعتقد ممكن قعد هنا. ده اعلان انتخابات الرئاسيه 24. مكتوب زي ما احنا شايفين فوق هنا ممشى اهل مصر، بالظبط فوق. شوف حلقة يبقى للكاميرا عشان الناس مش لازم تيجي. في هنا كافيتيريا. هما شكله كده، شكله لسه كتير. انا عارف ان في تمثال في مكان ما هو اللي بيطلع صوره الوحيد عن تعبير عن ممشى اهل مصر. انا عايز اروح التمثال ده، شكله هيطلع في اخر نقطه مثلا. بس نروح التمثال ده نشوفه اذا طلع في نفس الفيديو ده ان شاء الله. اخيرا حته فيهاش كافيتريات، بس فيها ايه معرفش.
دي اعلان شركه ولا ده حد بيضغط رحلات ولا ايه؟ وفي هنا ريستوران بار. نهر النيل المنظر فيه رائع، لكن يا ريت يكون بيستغل استغلال الامثل، ويا ريت النهر نفسه يستغل في الرحلات النهريه. يعني انا في الفيديو اللي فات هتشوفوني راكب النايل تاكسي، رحله ممتعه فيه، لكن مش هو وسيله غاليه، مش اي حد يقدر يعملها. ليه ما يبقاش فيه مراكب اتوبيس نهري بتاع زمان يعني، او اتوبيسات حاجات شغاله طول الوقت. ده كمان كافيتيريا تانية. يعني خسارة ان النهر ده كده فاضي، في استغلال له. مكتوب هنا اهو برضو ممشى اهل مصر. متهيألي ده الفور سيزون ده، متهيألي برج باين من هناك، موجود البرج. سلام. فين التمثال ده؟ لسه قدام؟ قريب يعني؟ ماشي، شكرا. شفته؟ شفت. ماشي، انا بسأل اخ هنا وقال لي التمثال هنا قريب. كويس، قربنا على التمثال اللي هو المشهور بيتصور بالذات بالليل. برضه لحد دلوقتي المأخذ انا يعني في كنبه تانية اهي، انا مش شايف اماكن جلوس للناس. اعتقد ده منزل للناس اللي هم مثلا بالكراسي اللي بعجل او ذوي الاعاقات، متهيألي كده لو انا مش غلطان. بس هي كان في منها كتير يعني متهيألي ده مش ده منزل، وده كويس ان في المنزل ده هنا. ده منظر. سلام عليكم. ناس بتشتغل هنا بذمة. ادي تمثال مشهور، وبالليل اعتقد يبقى شكله احلى. بس برضه صوروا اثبات ان انا كنت في ممشى اهل مصر. هل ده اخر الممشى ولا لسه؟ انا مش عارف. نسأل الاخ اللي هنا. السلام عليكم. ولسه كتير الممشى ولا؟ الكوبري اللي هناك لحد الكوبري اللي هناك. شكرا. ماشي، ده التمثال. لا انا كده اروح اكمل الكوبري، يبقى اعمل ايه؟ صور هنا مع التمثال، وبعدين اجي بعد كده اكمل الاخر. خلينا نصور صوره مع التمثال. استحملوني انا نروح لحد الكوبري وارجع تاني. بس المفروض التمثال يبقى له اسم يعني، انا مش شايف له اسم للاسف. يبقى في لوحه مسمينه اسم زي تمثال نهضه مصر، زي تمثال اي حاجه، بس انا مش شايف اسم للتمثال للاسف. هنا كده بيبقى احنا ده فول كونراد، وكده ده التمثال. هنا كده صور هنا، انا مش عارف ايه بالظبط، بس كده على ما تصور مع التمثال. الناس كلها بتتصور معاه. واخد اكتر من صورة، اكتر من زاوية، فمعلش الفيديو كده يمكن احسن شوية الاضاءة. واخد اخر الصورة. استحملوني. كمل كده ممشى للاخر.
فرصة بس الواحد يصور بدل ما يروح يرجع تاني. يبقى كده ايه، صورنا الممشى كله، مفيش حاجة فوتناها. نكمل الممشى لحد الكوبري اللي قال عليه الكوبري ده، شايفين من عند البرج. مش عايز يصور ناس انا هنا عشان محدش يقول لي طلعتنا في الصور ليه، الاقي نفسي بعيد الفيديو ده او طلعتنا في التصوير ليه. من دلوقتي نوصل لحد الكوبري اللي هناك اللي هو بيقول لي اخر الممشى. الكوبري هو دلوقتي نقدر نرجع تاني نشوفه. وراه البرج، يعني المسافة مش بعيدة قوي. أنا بصور دلوقتي بقالي حوالي 15 دقيقة بمشي سريع إلى حد ما، فهو مسافته مش يعني المدة بتاعته أو مسافته أو طوله أو كده مش قليل يعني. قدام على الأقل 5 دقايق تهيألي على الأقل، أو سواء أوصل الكوبري ده اللي هو بيقول لي آخر الممشى. شوفوا ده كوبري إيه بالظبط؟ ده كوبري، لا مش كوبري قصر النيل طبعا، لكن خلينا نشوف في محل مجوهرات هنا أو مصورات جولري أو هدايا تذكارية. نرجع تاني للكافيتريات. برضه كافيتريات تانية. أنا للأسف ما عنديش وقت أقعد في أي كافيتيريا منهم، إني عندي تصوير أو إن أنا أصور في أماكن تانية وفيديوهات تانية. ده البنك الاهلي، عماره بتاعت البنك الاهلي، معرفش ده مركز رئيسي اللي هو ده ايه، بس حتى في محطه النايل تاكسي بيقول لك البنك الاهلي او محطه البنك الاهلي او عند البنك الاهلي اللي هي ممشى مصري. كان هي بعدها بشويه. اوكي، انا مش بعيد قوي عن الكوبري، كده قربت من النهايه. واعتقد كنت على حسب ما سمعت ان هو البدايه بتاعته من عند محطه ماسبيرو او من عند ميدان عبد المنعم رياض، يعني هو قريب من التحرير يعني بدايته ده لو جاي من ناحيه المعادي يعني. واعتقد فيه برضه منزل تاني كده، ده تاني منزل اشوفه للكراسي اللي بعجل او الناس اللي عندها اعاقه حركيه، فده يبقى اسهل لهم استخدام. تتفسح اهي الرئيسية السيوية. ده هو المنزل اللي بقول عليه ده مش سلام، فده كويس. لسه كده كله ماشي في الممشى، ممشى أهل مصر. في محطة تانية النايل تاكسي هنا اهي، دي محطة اللي هي قال لي كانوا بيقولوا عليها محطة البنك الأهلي. أنا سألت سواء أنت ليه ما بتقفش في المحطات؟ قال لي لا، بيسأل الناس الأول، لو في محطات مش هيقف مش نازلين فيها ما بيقفش فيها.
زي الجيزه، الزمالك، كانوا بيقفوا في كل المحطات. لكن هو وتقول طب الناس اللي عايز تركب من المحطات دي واللي انت مش هتنزل فيها ناس، اللي بيكلمونا الاول يقولوا لنا ان هم واقفين هناك يعني، او نجي لهم هناك. فدي فكره حلوه برضه، توفر الوقت اللي جاي ما يوقفش في محطات. بس هي المشكله اللي ما يعرفش الحكايه دي، يعني ان هو لازم يحجز يعني، او يبلغهم في المحطات اللي في النص. يعني انا حظي حلو ان انا ركبت من المعادي، لكن ليه من اوله. لكن لو كنت بركب من الزمالك او مستني في الزمالك ومش عارف الحكايه دي ومفيش يافطه بالكلام ده او معلومات، تبقى العمليه صعبه. هنا كده في ناس بتشتغل، انا مش هطلعهم في التصوير، فهبعت الصوره لفوق عشان محدش يطلع في الصوره لفوق وبعدين ننزل تاني. كده في نايل باور، ساعة النيل، بريكا دي مش عارف ايه، مطعم بريدي. انا كده خلاص وصلت لحد دلوقتي، عملت حوالي 21 دقيقة. يعني ممكن الواحد يتمشاها لو ماشي بشويش وتمشية ياخد على الأقل 40 دقيقة، ومحدش هيمد كده زي ما انا ماشي بحاول امد. طبعا لو حد عايز يقف يبص على الكافتيريات يبص هياخد وقت. كانت تمشية ظريفة، وكنت بقول انا دخلت من النايل تاكسي، ما فيش تذاكر من جوه، ولا هو لو في تذاكر لو انا جاي من بره انا مش عارف، مفيش حد قال لي على تذاكر ولا حاجه. ف المعلومه كده مش عندي انا اذا كان لها تذاكر ولا لا. انا كده خلاص وصلت للكوبري ده. هنا ماريوت اهو، تهيألي ده ماريوت. ده يبقى دي الزمالك بقى، ده ماريوت تهيألي كده. برضه معرفش اسم الكوبري ده ايه. ده كوبري 6 اكتوبر، كوبري انا مش عارف اسم الكوبري. بس كده انا بوصل والحمد لله خلاص اهو الكوبري لنهاية ممشى أهل مصر. زي ما قلت مركزي عليه إن مفيش أماكن للقعاد للناس، الأماكن قليلة قوي غير الكافتريات. مش ده كوبري أكتوبر أهو. السلام عليكم. ده آخر ممشى كده خلاص، ده أول سلم خلاص كده خلاص. شكرا. كده سألت الأخ بتاع الآن. ترجع لورا لحد كوبري امبابة. لا، ما أنا جاي من هناك. ماشي. هو بيقول لي اللي هنا ده كوبري امبابة اللي أنا كنت عنده. فكده يبقى ممشى أهل مصر خلصت تصويره. أرجو إن يكون الفيديو حلو وعجبكم، ولفيديوهات تانية إن شاء الله. سلام عليكم.